السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم وصفة حلو اللي هو قاطو حبة القهوة. يجي بزاف بنين راقي اقتصادي ويذوب في الفم ذوبان. معليا غير نقول لكم تبعوا معايا الوصفة من الأول للأخير باش تشوفوا كيفاه جاتني النتيجة وتجربوها. اول حاجه في بول يكون شويه كبير راح ندير 250 غرام تاع مارغرين تكون شويه طريه. نزيد لها 4 ملاعق كبار تاع زيت نباتي. نزيد لهم 2 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه. هنا كيما راكم تشوفوا في هذاك البيض فقستو في هذا الصحنه باش نتاكد اذا فاسد ولا كيما نعرفوا انه هاد الايامات رانا في موسم الحراره، يعني البيض يفسد بزاف. وهذا الجاتو راح يكون بالقو تاع القهوة، يعني راح ندير 4 ملاعق كبيرة قهوة نكون طيبتها عادي في البراس. اللي ما طيبتش القهوة تقدر تعوضها بنسكافيه، يعني باكي تاع نسكافيه ذوبو في 2 ملاعق كبار تاع ما دافي. نزيدو كاس تاع سكر جلاسي اكيد بعد ما نكون غربلتو. البنات اللي جديدة معايا في القناة نقولها مرحبا بيك. هنا راح تلقاي معظم الوصفات اللي تحتاجيهم وتفرحي بيهم اولادك. ما تنسينيش باشتراك باش تنضمي للعائلة تاعنا وتفعلي الجرس باش تلحقك اي وصفة جديدة نحطها. واللي قديمة معايا في القناة نقولها ما تنسانيش بجام وكومنتار ولا كومنتارات تشجعني بيهم باش نستمر في تنزيل هذا المحتوى المفيد بإذنه تعالى فضلا وليس امرا. راح نزيد لهم 2 ملاعق تاع كاكاو وملعقة صغيرة تكون شوية معمرة تاع فاني. وغير بيدي راح نبدأ نخلط هذوك المكونات كامل مع بعضاهم. بالنسبة للفارينة قبل ما بديت نخلط درت كاس تاع فارينة. كي تبدأ تتلم لي هذيك العجينة راح نزيد 2 كؤوس ونصف تاع فارينة. نزيد لهم باكي تاع خميرة الحلوى وزنه 10 غرام.
وبالنسبة لعدد كؤوس الفارينة، كل وحدة ونوعية الفارينة اللي عندها. العجينة اللي لازم تتشكلكم على الأخير تكون عجينة طرية، يعني لازم تكون طرية بزاف، لأنه العجينة اللي يكون فيها الكاكاو كي تتحط راح تشيح، يعني لازم تتأكدوا أنه تكون طرية. نبداو نكورو في هذيك العجينة الدوائر، وزن الوحدة منهم 20 غرام، ثم تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا في الميزان. هنا كنت جبت بلاطو درت عليه ورق الزبدة، وراني نحط في هذيك الكرية تاع العجينة عليه. وراح نبدأ نشكلهم في الطول كما راهو موضح في الفيديو. باش نتحصل على الشكل المطلوب راح نجيب عود تاع خشب يكون شوية صغير، ونبدأ ندير هذا الخط اللي يكون في وسط العجينة كما راهو موضح في الفيديو. مع الأخير راح نتحصل على شكل البن تاع القهوة. مباشرة راح ندخله يطيب على الفرن، يكون شعلته مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مش 180. لازم يطيب على نار هادية وما تخليوهش يطيب بزاف، لأنه القاطو اللي يكون فيه الكاكاو كي يطيب بزاف راح يجي يابس. نزيدو نشعلوله من الفوق بد ما يشيح. نجيب 300 غرام تاع شيكولا نوازات، نذوبها على حمام مائي ساخن، ونزيد لها 3 ملاعق كبار تاع زيت نباتي. في كل 100 غرام نديرو ملعقة كبيرة تاع زيت نباتي، هذه كمعلومة احتفظوا بيهم. نجيب هذوك الحبيبات تاع القاطو تاعي ونبدا نغطسهم في هذيك الشيكولا على الوجه. هكا حتى نخلص الكمية اللي عندي كامل، راح نخليه يشيح باش نتحصل على الشكل النهائي اللي هو الشكل تاع حبة القهوة. وشوفوا لي النتيجة مع الأخير كيفاه جا ما شاء الله، شكله كيفاه راهو يشهي. مكوناته بزاف اقتصادية وتوجدوه غير في وقفة. في نفس الوقت الكمية اللي يجيبها لكم كمية ما شاء الله وتكفيكم العائلة كامل. بالمكونات اللي استعملتهم معاكم في الوصفة تاع نهار اليوم، جاب لي 65 حبة متوسطة الحجم. نتوما تقدروا تنقصوا وتضاعفوا الكمية تاع المواد باش يجيب لكم قل ولا اكثر. هنا نقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو، دمتم في رعاية الله وحفظه. تلاقوا في الفيديو القادم مع وصفة جديدة بإذنه تعالى.